يعني الواحد ما لازم يشتهي. يعني هلا واحد اشتهى ياكل تفاح، ما بياكل، فنقول لك شهوتك لنفسك غفلة، وشهوتك بالله طاعة. شهوتك بنفسك غفلة، وشهوتك بالله طاعة. كيف تكون الشهوة بالله؟ أنا حبيت أكله، لما أتوني بهذا الطعام اللهم أتقوى به على طاعتك، تقوية على طاعتك، تقوية على ذكرك، باكل تقوية على طاعة الله. فهالشهوة شو صارت ذكر ولا غفلة؟ أما جابوا له الأكل بسم الله من هون لك تطول بالك، لاحق على الأكل، بيهلكها حركتين بيبلعها، بده يلحق، هذا غافل. شهوتك لنفسك غفلة، وشهوتك بالله طاعة. يعني المؤمن ما بيشتهي. صلى الله عليه وسلم لما أجوا قالوا له يا رسول الله أكلنا لحم الحوت، قال لهم إذا معكم منه طعمونا. هي مو شهوة؟ إذا معكم منه طعمونا. نعم، جابوا له أكل صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذه الشهوة هي غفلة؟ لا، قصد بها شيئين. الشيء الأول إدخال السرور على الصحابة، إنه النبي طلب منهم أكله، لو طلب عيوني بعطيها. إدخال السرور على الصحابة. الناحية الثانية أكل جزءا وقال مر النبي عليه الصلاة والسلام طلب طير، اللهم إني أحب طير، دجاج يعني، فروج يعني، جابوا له يا مشوي. فلما النبي جلس أمامه قال اللهم ابعث لي وليا من أوليائك يأكل معي. فأجى سيدنا علي فأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الشهوة يعني خليها لله، أما تابع نفسك على ما تشتهي. اشتهيت النظر نظر، اشتهيت المال أعاد عن المال، اشتهيت يا ابني خليها كلها لله. بجمع المال وبعد المال لكن وأنا اللهم أعني على إنفاقه في مرضاتك، اللهم أعني على إنفاقه في مرضاتك. بجمعه لأنفقه والله عز وجل بكرم بفضل الله عز وجل.